ضياء، يمكن احنا بدنا نسوي مقدمة او استهلالية للموضوع. اشكرك دكتور. الحقيقة ما به زملائي هو عين الصواب، يعني يتكلموا كلام علمي ومنطقي صحيح. مدرب اللياقة البدنية يحتل ركن وجزء أساس من ملاك التدريبي. ما يقوم به مدرب اللياقة البدنية لا يستطيع أن يقوم به المدرب الأول أو المساعدين. حاليا التدريب البدني وصل مرحلة من العلمية، يعني تتطلب المواكبة يوميا. نعم. يوميا اكو مستجدات جديدة باللياقة البدنية، وفد علم صعب جدا. يعني نعم. أنا كنت مدرب عام، بعدين تحولت على اللياقة البدنية. من تحولت على اللياقة البدنية يعني يتطلب مني يوميا ساعات، انه يعني من ساعة مرات 3 ساعات لازم اتابع الاشياء الجديدة اللي تطلع. نعم. الاشياء المطلوبة من مدرب اللياقة البدنية، اول شيء هو الاعداد البدني المهاري، اعداد البدني البدني، اعداد البدني الخططي. نعم. تأهيل الاصابات، تمارين المسبح، تمارين القاعات، الترادميل والبايسكل، والتخصص بالتغذية، تخصص بالمكملات الغذائية، متابعة إصابات اللاعبين، عمليات الإحماء. يعني كثير من المتطلبات يحتاجها المدرب الأول، مدرب اللياقة البدنية. مدرب اللياقة البدنية أنا يعني مثل ما تفضل كابتن أحمد، حاليا كرة القدم أصبحت كرة قدم سريعة. نعم. وبها الأداء الفردي والفرقي والجماعي، الجانب الدفاعي والهجومي، تتطلب من مدرب اللياقة البدنية المعرفة بهاي الجوانب. نعم. وتتطلب من عنده انه بعض اكثر التمارين اللي تطبق حاليا دا تطبق نعم. بالكرة، من الإحماء الى البدني الى نهاية التمرين، كلها بالكرة. فيفضل انه لاعب يمتلك جانب مهاري عالي، حتى من يستخدم البدني المهاري يستخدمه بأفضل صورة.